السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة عندنا فكرة بسيطة وشيك قوي هنستخدم فيها ازازة الشويبس دي. في البداية هجيب الازازة وهشيل الغلاف اللي عليها وابدأ انضف اي لون موجود عليها مكان الغلاف. وهستخدم في الفكرة عندي اعواد الشيش طاووق. هجيب كده العود وببدأ احدد الجزء اللي انا محتاجه له منه. انا مش عايزه العود يكون بطوله كله، لا، بحدد الطول اللي انا عايزاه وببدا اقص عليه كميه من الاعواد. والاعواد دي موجوده ورخيصه ومتوفره يعني جدا، وبتتقص بالمقص بكل سهوله. اهو قصيت كميه اللي انا محتاجه لها، وانا محتاجه الزقها على الازازه، بس انا لو لزقتها على الازازه على طول هتفك. فهجيب شريط ستان علشان احدد علشان اثبت عليه الاعواد، وبعد كده تبقى قوية ومتفكش معايا. جبت الشريط وببدأ اثبت عليه الاعواد، ببدأ اسيب بينهم مسافات فراغات صغيرة، ولو مش حابين تسيبوا فراغات خالص طبعا براحتكم. وببدأ اثبتها كلها، وخدوا بالكم ان الاعواد تبقى كلها على خط واحد. يعني لو لاحظتوا الشريط الستان عندي مش مظبوط قوي، لكن الاعواد كلها على خط واحد. بعد ما لزقت كل الاعواد اللي انا محتاجه لها، ببدا اضيف شمع سخن قوي على الازازه، وببدا اثبت الاعواد اللي عندي، وطبعا بقص الزيادات من الستان وبلزقه من الجزء اللي عند الستان، يعني الجزء اللي فيه الستان من جوه. بعد ما لزقته هبدا الزق عليه خيط خيش. ده كان زيادة عندي من فكرة كنت عملتها قبل كده، وانا لزقت الخيط الخيش عشان اثبت معايا كويس جدا الاعواد مع الستان. هبدأ بقى اضم الجزء اللي فوق بتاع الاعواد والزق برضو عليه من الخيش بالشكل ده. وانتوا لو حابين تغيروا لونها، انا هسيبها على اللون الخشبي ده مع الخيش، بس انا هتقل الخيش واخليه عريض شويه. انا حابه اللونين مع بعض. انتوا لو حابين ان انتوا تغيروا الالوان طبعا براحتكم. بس انا دلوقتي خلاص لزقت الخيش وعملت فيونكه من الخيش هلزقها، ومش هزينها اكتر من كده. حاسه ان هي كفايه جدا وشكلها هادي وشيك. شايفين شكلها جميل قوي، ومش يعني مختلفه خالص عن شكل الازازه. بقت شكلها فازه حلوه كده واخده كيرف. اتمنى تكون عجبتكم، واتمنى تقولوا لي رايكم فيها، وتضغطوا سبسكرايب للقناه ولايك. باي باي.